ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده خطيرة، بالأمانة خطيرة، ما بنستغناش عنها. العشق للكبار والصغار، حاجة كده بيدمنوها إدمان. هنعمل مع بعض الشوكولاتة القابلة للدهن، أو المعروف عنها باسم النوتيلا، وهنعملها كمان بدون شوكولاتة. وشايفين المنظر، شايفين القوام، شايفين المطة، حاجة كده كريمي، مطتها خطيرة، لمعتها حلوة جدا، وكمان النكهة والطعم ما بتفرقوهاش عن اللي بتشتروها من برا. بالأمانة طعمها تحفة. شايفين لمعتها ومطتها، حاجة كده خيال. طبعا النتيلا ما بنستغناش عنها في سواء بقى تزيين حلويات، حشو معجنات، تورت، حاجة كده خيالية في سندوتشات الأولاد في المدارس. فيلا بينا كده نشوف هنعمل النوتيلا العظمة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. المكونات بتاعتنا: الكوباية اللي هنعاير بيها نعاير بيها كل المكونات. معايا كوباية من الزيت، كمان معايا كوباية من اللبن، معانا كوباية من السكر. البودرة أفضل لأنه بيدوب أسرع، لكن لو عندك حبيبات تمام براحتك، مفيش أي مشاكل. هقول لكم على البدايل واحنا شغالين في الفيديو لو في حاجة مش متوفرة عندك. معايا كمان نص كوباية كده من الكاكاو الخام الغير محلى، ويكون لونه فاتح. معايا كمان معلقتين كبار من القشطة، مش متوفر عندك قشطة هتبدليهم بمكعب زبدة، أو معلقة كبيرة كده مليانة من الكريم شانتيه، أو كمان لو عندك وش لبن بتكوني محوشاه كده في الفريزر، خدي منهم معلقتين كبار هيدوكي نفس النتيجة. معايا هنا كمان نسكافيه بطعم البندق، لو مش متوفر عندك أو مش هتقدري تشتريه فهقولك على البديل وانت مكملة معايا في الفيديو. معانا كمان هنا ورقة من الفانيليا. تمام، دي المكونات بتاعتنا. الكوباية هي اللي هتعيري بيها كل المكونات. انا هنا هشتغل بالخلاط. هنجيب الخلاط بتاعنا، هنزل فيه الاول كده بكوباية اللبن، وعشان النوتيلا تعيش معاكي فترة طويلة اللبن بتاعك تغليه الاول، وبعد كده تسيبيه لما يبرد وتشتغلي بيه. هضيفنا اللبن، هضيف عليها كمان كوباية السكر، وكمان كده ورقة الفانيليا، كله على بعضه كده في الخلاط. هنزل عليهم كمان كده برشة ملح خفيفة جدا، حاجة بسيطة. وهننزل عليهم بكيسين النسكافيه، وممكن كمان كيس واحد لو مش متوفر عندك. انا الصراحة كانوا عندي من فترة، لكن بقى لو انت مش هتقدري تشتريه البديل بتاعه البندق نفسه، هتحطي كده معلقتين كبار وتطحنيهم. كمان ريحة البندق او اسانس البندق من عند العطار هتحطي كده معلقة صغيرة مليانة، او ممكن كمان تستغنى عنه وتضيفي بديله الفول السوداني، وممكن كمان تضيفي اي نكهة انت حباها. بعد كده نزلنا بالقشطة عليهم، وهنزل عليهم كمان كده بالكاكاو، كل المكونات كده مع بعض. فاضل معانا الزيت ده انا مش هستعمله دلوقتي، ده هنخليه للاخر. هنروح بقى نشغل الخلاط بتاعنا وهنضرب كل المكونات دي ضرب كويس. طبعا يعني كده متواصل، شوية وتطفي وتشغل شوية، وانت شغالة كده بتضربي في الخلاط هتنزلي كل كده اللي في حواف الخلاط بتاعك عشان كل المكونات تختلط مع بعض كويس. اضربي فيهم لغاية ما تتأكد ان هم دابوا معاكي كويس، سواء بقى السكر والنسكافيه كله مع بعض. بعد ما ضربناهم هنحوش كده الغطا الصغير اللي في الشفشق من فوق كده، وهحط الزيت في حاجة يكون ليها كده بوز بحيث انزل بيها زي الخيط الرفيع. طبعا هننزل بيها بالشكل ده والخلاط بتاعنا شغال، هنضرب شوية ونطفي شوية ونرجع نضرب كمان. يعني الموضوع كله مش هياخد معاكي 10 دقايق، بالأمانة ما بتاخدش ال10 دقايق كمان. فأقل من 10 دقايق هتكوني عاملة أحلى نوتيلا. هنا القوام تقل معايا بس أنا عايزاها أتقل. طبعا لو انت هتعمليها كصوص للتورت والحلويات هتخفيها شوية عن كده، يعني هتضيفي نص كوباية زيت بدل الكوباية. أنا هنا أخدت معايا بالظبط الكوباية إلا ربع من الزيت وادتني النتيجة دي. قوامها حلو جدا، لمعتها تحفة. كمان عايزاها تديكي نتيجة أحلى وأحلى. الزيت حطيه في التلاجة قبلها كده بفترة يكون ساقع معاكي، واشتغلي بيه على طول هيديكي نتيجة أفضل وأحلى بكتير. بالأمانة كده خطيرة، نكهتها حلوة جدا، ريحتها تحفة، طعمها زي اللي بتشتريها من بره، مش هتفرجيها كمان عن اللي بتشتريها من بره. شايفين القوام؟ القوام ده بتاعها كده ده لسه معمولة. أول ما هتتحط في التلاجة وتستنى عليها كده يوم ولا اتنين هتشوفي بقى القوام أحلى وأحلى. انا هنا بوريها لكم اهو. ده كده لو هتدهني بيها حلويات هتخفيها زي ما قلت لكم، بدل كوبايه الزيت هتحط نص كوبايه واقل كمان.
أنا هنا وأنا مشغلاها أخدت معايا كوباية إلا ربع، يعني ممكن تاخد معاكي من كوباية إلا ربع الكوباية، وممكن أكتر من الزيت. هنا خلصت النوتيلا معايا، أنا هغطيها وهسيبها كده على الرخامة، بس بالأمانة أنا سبتها نص ساعة، نص ساعة سبتها، أنا لسه محطتهاش في التلاجة. حبيت أوريها لكم بس كده بعد ما ترتاح شوية، أوريكم القوام بتاعها هيبقى عامل إزاي، من غير ما نضيف عليها شوكولاتة، من غير ما نضيف عليها كريم شانتيه، من غير ما نضيف عليها حاجة تخلي القوام تقيل، ولا حليب بودر ولا أي حاجة. وطلعت معايا بالقوام التحفة ده. شايفين قوامها؟ بالأمانة كده تحفة. مطتها حلوة جدا، قوامها حلو جدا، خطيرة في الدهن بالنسبة للسندوتشات وبالنسبة للفطاير، بتتفرد بكل سهولة، يعني حاجة كده خيالية. بالأمانة لو جربتوها مرة مش هتشتروها من برا تاني. موفرة واقتصادية، بدون شوكولاتة، بدون حليب بودر. كمان ممكن تستغنى عن الحليب وتضيفي مية، بس احنا عشان يبقى فيها قيمة غذائية للأولاد، لأن طبعا هما بياكلوها أكتر، فده احنا ضفنا فيها لبن. انت لو حابة تستغنى عنه هتضيفي كمان مية. ممكن تضيفي مية وتضيفي معاها حليب بودر لو انت ما عندكيش لبن، يعني هتضيفي كوباية المية عليها معلقتين كبار كده من حليب البودر، وهتضربيهم بنفس الطريقة في الخلاط. شايفين بقى واحنا بنفردها في السندوتشات، شايفين قوامها عامل ازاي؟ بتتفرد بكل سهولة، لمعتها قوية جدا، نكهتها بالأمانة وريحتها تحفة حلوة جدا. لو انت مش هتحطي فيها نسكافيه قلتلك على البديل، هتجيبي روح البندق من عند العطار أو أسنس البندق. ممكن كمان لو عندك بندق هتقشريه وتطحنيه، ما عندكيش ممكن تضيفي فول سوداني، ممكن تضيفي أي نكهة كده انت حباها، هتديكي نفس الطعم ونفس القوام. ده هنا بالنسبة للكاكاو الفاتح ادتني اللون ده. لو هتعمليها بالكاكاو الغامق هيبقى اللون أغمق، يعني مش هيختلف لون الكاكاو، لكن هي ممكن تختلف في الطعم شوية، بس بالأمانة طعمها هي زي اللي بتشتريها من بره، سواء كان الكاكاو غامق أو فاتح. أنا هنا بعد ما حطيتها في التلاجة كده وعدى عليها يوم، طبعا عبيتها في البرطمان، البرطمان بتاعك يكون ناشف كويس خالص، لأن انت هتحفظيها في التلاجة هتعيش معاكي فترة طويلة. شايفين لما قعدت يوم واحد بس في التلاجة؟ شايفين المطة وشايفين القوام وشايفين كمان اللمعة؟ بالأمانة كده خطيرة. أنا عن نفسي ماليش في الشوكولاتات، يعني ما بحبهاش قوي، بس بالأمانة من ساعة ما بعملها يعني حبيت الشوكولاتة، من نكهتها وطعمها تحفة، أحلى من بتاعة برّه بمراحل، لإن طبعًا ما فيهاش مواد حافظة وسهلة وصحية، حاجة كده أنتِ عاملاها بإيدِك في البيت. أنا كنت عاملة قبليها كده بفترة، كان عندي في التلاجة من حوالي كده 5 أيام، فعبيتها لكم كده في كيس حلواني، وحبيت أعمل لكم كده وردات، بحيث لو هتعملي جناش لتورتات أو جاتوهات أو أي حلويات أنتِ ممكن تعمليها. كمان حلوة جدًا للي عاملين مشاريع في البيت الأونلاين، وبيستخدموا الحاجات دي كتير في تزيين التورت والحلويات، يعملوها بالأمانة اقتصادية وسهلة. عايزة القوام بتاعها يكون متماسك أكتر، لو هتزيني بيها حلويات بالشكل ده هتزود عليها معلقتين كده كبار من الكريم شانتيه، هتتماسك ومش هتفك منك خالص حتى لو الجو حر. بالأمانة كده خطيرة. أحلى نوتيلا عملناها النهاردة بأقل الإمكانيات، بطعم ونكهة زي اللي بتشتروها من بره بالظبط. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ودي كانت وصفة النهاردة، واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة. أشوفكم على خير. باي باي.